ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مشاهداتي الاعزاء مع نايلة بهجت نيوبورنيانز نيو بورن واخرها IANS. الجنسيه نيوبورنيانز دي جنسيتهم نيو بورنز. نايلة اللي جاب لك يخلي لك حد. ميرسي والله. قمر عنده قد ايه؟ والله لسه مولود لسه ده حاله جايباه وانت جايه مواليد البرنامج. نايلة النهارده هتكلمنا عن الاطفال حديثي الولاده، ازاي نتعامل معاهم. احنا بنبقى ماما او مامي اول طفل تحديدا، ما يبقاش عندنا خبره ازاي نرضعه، ازاي نغير له، صح؟ ازاي نحميه، ازاي نعمل كل حاجه. ايوه طيب. ازاي كل حاجه. طيب عايزين نتكلم اول حاجه كده يا نايلة، ازاي اغير للبيبي؟ اللبس ولا الحفاضه؟ الاثنين. بالنسبه للحفاضه، هنجيب الحفاضه الاول بنحطها تحت اللي مش نظيفه، بنمسح مسحه كده لتحت، بنشيلها خالص ونمسح كويس المنطقه. بنمسح بايه بقى؟ بقطنه مبلوله اذا كما يقال؟ ممكن نمسح بوايبس، بالمناديل المبلله. ممكن في امهات بتقلق شويه من هي بتبقى مناديل مبلله مخصوصه للاطفال. أوكي. يعني ما فيهاش كحول خالص. في امهات ساعات بتقلق برضو، يعني لان بالزبط. ساعات ممكن يبقى في حاجات، يعني مواد مثلا مش عايزين ان هم يحطوها على جلد البيبي، فممكن ببساطه بنغسلها الاول بميه دافيه، نغسل المنديل الاول المبلل ده بميه دافيه، نعصره ونمسح بيه. ليه مش قطن؟ ممكن قطن، بس القطن عنده مشكلتين، مهما اتبل ومسحتي بيه ما بيبقى برضو فيه تخانه كده، ما بنقدرش نوصل للتانيات اللي بتبقى عند البيبي اول ما بيتولد، فيه تانيات كتير كده. اوكي. ساعات ما بيتوصلش بقى للتانيات اللي جوه، اللي ممكن بعد ما تمسح كده برضو بتلاقي في حاجات محتاجه تتنظف. الحاجه التانيه ممكن بيسيب عارفه كده، ومش الام مش شايفاها، مع الاحتكاك يحصل التهابات عند الطفل. اوكي طيب. بعد ما انا هنضف المنطقه دي، المفروض انا بستعمل كريم؟ ممكن نستعمل كريم للتسلخات، او زيت زيتون من المطبخ. ما تهزريش. بجد 100% طبيعي، وبيعمل طبقه عازله احسن من الكريم، وفعلا بيساعد لو في اي تسلخات، بيساعد ان هي يعني تروح في وقت اقصر. زيت زيتون. بس في حاجه بقى، كتير من الامهات فاكره انه احنا محتاجين نحط الكريم او الزيت في كل مره نغير فيها الحفاضه للطفل، بس الكلام ده احنا كتر استعمال الحاجات دي ممكن بعد شويه يعمل نتيجه عكسيه. يعني بحطه بيجيب بقى التسلخات اللي انا اصلا بحطه عشان امنعها. فاحنا بنحطه في 3 حالات بس، يا اما شايفه ان في اي حاجه في المنطقه دي فيها تسلخات حطه عليها، او ان الطفل عنده اسهال، او ان انا عارفه ان الطفل هيقعد بنفس الحفاضه فتره اطول من 3 ساعات. يعني انا بحط زيت الزيتون او الكريم ده كم مره في اليوم يا نايلة؟ مفيش بقى كم مره في اليوم، ممكن 0 ولا مره في اليوم، ممكن شهور ما احتاجوش اصلا خالص. ازاي؟ انا امك الاثنين طول النهار. ما هو ده المتعارف عليه، بس هو يعني مره في اليوم؟ مش لازم حتى مره في اليوم، ممكن مره قبل النوم احتياطي، يعني لو على اساس الطفل لما بيبتدي هينام بالليل بالذات فتره اطول من 3 ساعات 4 ساعات متواصل، واكيد في النص هيعمل حاجه في الحفاضه فيتحط، لكن هو بيتحط عند الحاجه، مش بيتحط كل مره. اول مره اعرف كمان. الحفاضه المفروض تتغير كل قد ايه؟ كل ما الطفل يعمل فيها، وبالكتير بعد 3 ساعات لو ما حصلش حاجه جواها. فعشان كمان نعرف ازاي هي دلوقتي محتاجه تتغير، يا اما لو اتملت هتبان قوي من هنا، هيبقى يعني دي احساسها يعني حاجه مليانه كده. لو الريحه الريحه باين. انت مكسوفه ليه؟ مش يعني بتكلم عن الاطفال عادي بيعملوا بيبي يا ماما بين الناس. طيب قلتي حاجه مهمه جدا، قلتي نحط الحفاضه النظيفه الاول. ليه؟ علشان بيحصل حوادث كتيره جدا، وبالذات بقى يعني وخلاص هنقفل النظيفه بيحصل حاجه، فبدل ما
الحادثه تحصل على النظيفه، فاحنا هي بتبقى اللي مش نظيفه موجوده وتحتها النظيفه، هنمسح مسحه كده، بعد كده بالمناديل هننظف المنطقه، هنقوم شايلين دي وقافلين على طول. طيب النظيفه جاهزه تحت على طول. طيب هشيل الحفاضه بيبقى فيها حتتين اللي هم بيقفلوا على البطن، اللزق. اللزق ده المفروض يبقى فوق عند السره ولا تحت شويه؟ هو اللزق كده كده هيقفل على الحفاضه على الجزء اللي من قدام، ولكن بتقول لك ايه انه ما تحطيهاش على البطن عشان هي بتعمل مغص، وفي ناس تقول لك لا حطيه اقفلي بالبتاع ده على البطن علشان ما يسربش. لا، هي لازم تتقفل على البطن، بس في الاول خالص بيبقى فيه جزء من الحبل السري كده متساب وفيه زي يعني مشبك كده عليه. ما ينفعش ان احنا نقفل بقى الحفاضه توصل للمستوى بتاع الحبل السري لغايه ما الجزء ده يقع، نقدر بعد كده خلاص نقفلها عادي، يعني بالارتفاع بتاعها العادي. في الاول لازم نتنيها تبقى تحت السره. فهمت. فبنتني ونلزق عليها، وبعد ما الجزء الحبل السري ده بيقع خلاص نقفل على ارتفاع عادي. والقفله دي ما تعملش مغص للاطفال؟ لا، ما تعملش مغص، بس هي برضو لازم نبقى عارفين القفله دي يعني هنقفل قد ايه، ولا كده واسع او كده ضيق او كده، لان هو لو واسع ممكن الطفل يحصل تسريب من قدام على وشه او على لبسه. لو ضيق قوي طبعا هيضايقه، وعمرنا ما هنعرف ان ده اللي مضايقه. اوكي، احنا كده فلازم اقول فلازم نبقى عارفين ده كده ضيق ولا واسع ولا ايه، فبنعمل صباعين كده وبنعديهم من الحفاضه. كنت لسه هسألك. يعني ادي اهو، مش عارفه لو الكاميرا جايبه ولا لا، بنعدي بعد ما بنقفل بنحط صباعيننا كده وبنشوف. لو حاسه يعني في فراغ كبير يبقى لا، هي كده واسعه محتاجه اضيقها شويه. لو صوابعي داخله يعني مزنقه قوي يبقى نوسع شويه. لو تمام خلاص يبقى بنسيبها. طيب قبل ما نكمل حديثنا عن الاطفال، استاذه نايله حضر لنا مفاجاه جميله جدا اديها لنا قبل ما تدخل. قولي انت يا نايله، انا مش هقول المفاجاه، قولي انت. طيب مفاجاه كالاتي. انا بدي فيه كورس للحوامل الاول مره، بنغطي فيه كل حاجه ليها دعوه بالعنايه بالطفل من اول ما بيتولد، زي تغيير الحفاضه، اللبس، ازاي هنحمي، هنعمل ايه مع السره، هنعمل ايه مع القشره، مع قص الضوافر، الرضاعه طبعا، العالم الرضاعه الكبير جدا، النوم، العياط، كل حاجه ليها دعوه بعنايه الطفل حديث الولاده. الكورس ده 6 مش كورس واحد، 6 يا نايل. ما هو الكورس 6 جيف اويز، يعني 6 يعني في 6 امهات، ممكن امهات يبقوا لسه والدين حالا او لسه هتولد، يعني عايزين بس ايه في الاول عشان ايه حقكم كده، هي هتديهم بقى 6 كورسات هديه منها ليكم. ممكن نحط التليفونين دلوقتي ناخد، والباقي نحطه على السوشيال ميديا عشان ضيق الوقت. طيب احنا كده خلصنا من تغيير الحفاضه. السؤال الاخير هي السره دي. أيوة. المفروض ان السره دي بتقعد قد ايه عقبال ما تقع؟ من 5 لأسبوعين تقريبا، من 5 أيام ل 14 يوم. يعني الموضوع بيختلف تماما ما بين طفل وطفل. ممكن حد بتقع أسرع، ساعات بيبقى في الصيف مثلا لو في الحر والجو ناشف شوية ممكن بتقع أسرع. يعني مش بيبقى الجو ناشف بس بنقدر إنه الطفل يقعد من غير لبس فترة أطول من ما في الشتاء. عارفة في الشتاء بيبقى برد وكده، فعلى طول لازم نغير بسرعة، نحمي بسرعة، فما بيبقاش في فرصة قوي إن المنطقة دي تتعرض لهواء. كل ما بتتعرض لهواء كل ما بتنشف أسرع وبتنكمش كده على بعض أسرع ولونها بيغمق وبتقع. نايلة دي بتفرق من ولد لبنت؟ لا خالص. الصورة ولا ما بتفرقش؟ لا الصورة مش بتفرق خالص. طب احنا كده خلصنا من تغيير الحفاضة. نتكلم بقى في أول 3 أيام. أول حاجة الرضاعة طبعا، أو الرضاعة أول ساعة. أول ما الطفل بيتولد. ما عنديش أنا خبرة ومش عارفة أعمل إيه، وحاجة يعني مأساة بتبقى كده. المفروض أعمل إيه؟ هو أول حاجة لازم نتعلم قبل ما نولد. يعني الأم برضو لما تولد مش إيه ده، طب هعمل إيه لما أولد؟ طب ما أنا بقالنا شوية عارفين هنولد والبيبي جاي وموضوع الرضاعة معروف، يعني فمعروف إن هو محتاج يحصل. فنتعلم بس قبل يعني نبتدي نعرف بقى الكورسات. اوكي. شو بتسوق لنفسها الكورسات. فالأم بقى أول ما تولد
يعني في حاجات كتير قوي في موضوع الرضاعه. اول حاجه هتساعد كويس جدا اول ما الطفل يتولد ان هو يتحط في حضن مامته من غير لبس، يعني يحصل يعني اللي هو يحصل تلامس جسدي سكين تو سكين ما بين الام والطفل. ده بيساعد جامد جدا الطفل. حتى ممكن ساعات بنلاقي الطفل من نفسه هو عارف المكان اللي ممكن ان هو ياكل منه وبيتوجه عليه على طول، والموضوع بيمشي لوحده. طب نايلة، المفروض الاطفال لما احنا بنيجي ننضفهم، عشان ده يعني امهات كتير قوي كان عندهم المشكله دي، المفروض ان الطفل بيبقى كده ولا بيبقى كده ولا بيبقى كده؟ وهل المفروض فعلا زي ما بيقولوا في اول 3 4 ايام بحط حاجه سخنه على بطنه؟ طيب خلينا نمسك حاجه أوكي. حاجه. اول حاجه الوضعيه الرضاع، في كذا وضعيه ممكن ان احنا الام ترضع بيها. اوكي. في الوضعيه اللي معظم الامهات بترضع بيها اللي هي بالشكل ده. نخلي بالنا في الوضعيه دي انه بيحصل كتير قوي الطفل بيبقى على ظهره وراسه بتتني كده عشان توصل للمكان اللي بيرضع منه. مظبوط. ده مش صح، لان ده بيخلي الطفل في الاخر مش عارف يمسك المكان اللي بيرضع منه بشكل صح. أوكي. فبيعمل مشاكل بقى، الام بقى الم جامد، وجع، الطفل في الاخر مش بيرضع اصلا، مش بيشفط حاجه، على طول جعان، على طول بيعيط، وزنه ما بيزيدش. فده ممكن يعمل مشكله في مسكه بق الطفل. طب لازم ايوه في اي وضعيه من الوضعيات المختلفه الراس والظهر جسم البيبي كلهم يبقوا على نفس الخط. فالطفل مش بيبقى كده ويتني راسه، لا، الطفل كله يبقى متوجه ناحيه المكان. فالمفروض يبقى بالشكل ده. والله العلم نور. والله العلم نور. اوكي فهمت. طيب اوكي. حلو. انا كده خلاص المفروض ان هو اكل. تمام. في بعد بقى وضعيات تانية بقى يعني ممكن في مختلفة. وضعيات تانية قول. في وضعية بالشكل ده. دي يعني تعتبر شبه الأولانية، بس الماسكة يعني والأم ماسكة الطفل، ماسكة بالدراع التاني وماسكة الراس بطريقة مختلفة شوية. اوكي. في وضعية تانية عاملة زي ماسكة البطيخة كده أو الكورة، فبتبقى بالطريقة دي. وده مش غلط على البيبي؟ لا خالص، هو كده كده بيبقى فيه هنا مخدة علشان تعلي البيبي عشان يوصل للأم للمكان اللي بيرضع منه. يعني برضو في حاجة تانية كتير قوي بتحصل، ان الأم مثلا البيبي مثلا يبقى كده والأم توطيله أو تعمل مثلا بجنب كده، أو كل ده بيبوظ حاجة في مسكة البق. والمسكة دي يعني أهم حاجة في نجاح أو فشل الرضاعة. صح. طب تعالي ناخد آية بقى، ناخد التليفونات عشان يا آية. الو، ازيك يا آية؟ كويسه الحمد لله. انتي مامي ولا هتولدي ولا هيحصل ايه؟ لا، انا اختي عندها بيبي بس. عندها بيبي عنده قد ايه؟ عندها 10 شهور كده. 10 شهور؟ لا 10 شهور مش ده هينفع 10 شهور تعلميه؟ ده ما شاء الله. ده 10 شهور لا خلاص يا آية يا مش حبيبتي. عايزة، انا بس بحبك والله. اي لاف يو. انا كمان بحبك قد الدنيا. وأنا كمان بحبك. حبيبه قلب مامي. ثانك يو يا ايه، متشكره. احنا الهدايا للسيدات اللي هتولد او في الشهور الاولى او الايام الاولى من الولاده، نايله هتساعدهم ازاي يكونوا ام بشكل اسهل واسرع وكذا. ميليسيا، حلو قوي اسمها ميليسيا. الو، ازيك يا ميليسيا؟ هاي ازيك يا رضوى؟ اسمك حلو قوي. ثانك يو حبيبتي. احنا هنولد. انتي قمر. اي لاف يو. احنا هنولد. انا مش مصدقني بكلمك بصراحه. حبيبه قلبي يا روعه قلبي، تسلمي لي. ميليسيا احنا هنولد ولا احنا ولا الخامس وده اول بيبي في الخامس واول بيبي ليها؟ فيري جود. طب ميليسيا هتسمي ايه؟ هاي هتسمي ايه؟ هسمي ايه؟ هو لسه هو ولد وانا لسه مش عارفه اسميه خالص يعني. احنا بقولك احنا عملنا قبل كده سيجمنت عن الاسامي الجديده بتاعت الولاد والبنات، شوفيها هتلاقي اسامي غريبه جدا وتحفه عشان تبقي عارفه. تمام. عامه ميمي احنا كسبنا كورس كامل. هنقعد نعرف ازاي نرضع ونأكل كل الحاجات بقى. ميمي خليكي معلش ياخدوا بياناتك في كنترول. معانا كريستين. يا كريستين ازيك يا كوكو؟ عامله ايه؟ انت عامله ايه بقى؟ بحبك قوي. يا طب ما تجيبي بوسه قوي بقى. قوي بجد. لا هاتي بوسه، هاتي. كوكو احنا هنولد. انا هولد اخر الشهر.
حبيبه قلب مامي مبروك. هنجيبي ايه بقى؟ هنجيب ايه؟ هجيب كاروس. الله اكبر، اللهم بارك يا حبيبتي، ان شاء الله يجعلها خلف صالح كده وتطلع جميله كده وقمر. كوكي ولد احنا بنوته. ولد. طب كريستين نركز بقى، ها؟ حاضر. عشان احنا بقى امهات الاجيال اللي جايه دي، كفايه الاجيال اللي فاتت يا كوكو. ها يا كوكو. برافو عليكي. نايلة هتدينا كورس ازاي نرضع وناكل ونغير ونتعامل ونعمل كل حاجه. مبروك عليكي يا كوكو، خليكي معايا عشان ياخد بياتك في الكنترول. ومبروك على البيبي يا روحي. رضوى، او النهارده رضوى كتير قوي. يا رضوى انت هتولدي ولا ايه؟ عامله ايه؟ ازيك يا رورو؟ عامله ايه؟ وحشاني جامد والله وانت كمان جامد جامد جامد. قولي لي نفسي اقابلك واديكي بوسه من هنا وبوسه من هنا يا حبيبه قلبي. احنا هنجيب ولد ولا بنت؟ ان شاء الله ان شاء الله ربنا يرزقنا بولد يا رب يكرم. هنسميه ايه؟ هنسميه فهد ان شاء الله. فهد، حلو قوي الاسم. طب رورو هنركز، ها؟ تربيه مهمه يا رورو. عندنا واحد قبل منه، طب انت فاهماني يا رورو؟ انت فاهماني؟ ها طيب مبروك علينا يا روح قلبي. نايلة هتدينا كورس كامل ازاي نرضع وناكل ونتعامل مع البيبي ونغير ونعمل كل الحاجات. خليكي معايا عشان ابدا في الكنترول. دول 2 يا جماعه ولا 3؟ 3 حوامل. اوكي فاضل 3 حديثي الولاده، صح كده؟ ممكن امهات جديده لغايه برضو من سن 3، لما يعني البيبي يبقى ما بين 3 ل 5 شهور. بدي سيشن عن التسنين وازاي بنقدم الاكل الصلب. طيب نايلة، انت كده قلت لنا كل الوضعيات بتاعه الرضاعه. صح كده؟ صح. بعد الرضاعه يحصل ايه؟ بعد الرضاعه هيحصل بقيه الحاجات كلها. في سره محتاجه ناخد بالنا منها لغايه ما تقع. رضعت انا بعد الرضاعه محتاجين، مش بعد بقى، بس في النص ولما نخلص. حلو. محتاجين نكرع البيبي. نكرعه. يا ريتني نكرعه. قلت لها قولي كرعه. ايه رايك في الكلمه دي؟ قالتها في وشي كده. احنا هنكرع الولد. انا حاولت اقولها. ايوه عاش على فكره. بهدوء. يتجشأ. استاذ حلواني بيقول لك يتجشأ. هنخلي البيبي يتجشأ. سنجعل الطفل يتجشأ. الولاد البيبيات الصغيرين بتتجشأ او بتتكرع عادي. مش موضوع. ممكن تقولي هيتجشأ ازاي العيل؟ ممكن طبعا. يلا اتفضلي كده خليها تتجشأ. اوكي. في برضو كذا وضعيه ممكن الام تجربها. الاكتر وضعيه متعارف عنها برضو اللي هي على الكتف. لازم راس الطفل يبقى فوق شويه، يعني ساند كويس على الكتف، بطنه تقريبا تحت الكتف بشويه صغيرين جدا، وساندينه كويس، وبالايد الثانيه بنخبط على ظهر البيبي. وفي طبعا فوطه موجوده على الكتف طبعا. دي وفوطه كبيره. بيحصل كوارث. اوكي. طيب دي اول حاجه. دي وضعيه. في وضعيه ثانيه ممكن على الحجر، نحط رجل على رجل كده، وهنحط البيبي كده، وطبعا برضو ماسكين ساندين الراس من تحت الدقن كده، والفوطه هنا الكبيره، وبنخبط برضو على البيبي كده. يتجشأ كده بقى بيبي. ونفس الحاجه برضو على ما بين الرجلين، يعني بس احنا ساندين كده. ده لحد سن كام اللي انت بتقوليه ده؟ من اول ما بيتولد لحد ما الاكل الصلب بيبتدي يدخل. بعد وجبه الاكل خلاص مش لازم ان احنا 4 شهور نكرعه. لا 6 شهور. على 6 شهور. 6 شهور. بس كل مره بيشرب فيها لبن لازم نكرعه. يتجشأ. بس مش بعد بس، لان برضو امهات كتير بتستنى لبعد الرضعه. في النص. لكن في النص وفي الاخر، لان لما بيحصل انه في الاخر بس، كتير قوي بقى بيحصل انه فقاعات الهواء، يعني حصل تراكم. لايقه قوي فقاعات الهواء ما يتجشأ. تعالي ناخد ساره. حلوه مبسوطه مني. ساره حرام عليكم، ما اعرفش اتكلم الكلام ده. يا ساره. الو ساره، انت معاكي بيبي؟ ايوه استاذه رضوى. ازيك؟ ايه ليه استاذه كده؟ ليه دخلتي عليا باستاذه صرصور؟ انا رضوى يا حبيبتي حبيبه قلبي. احنا معانا بيبي معاه قد ايه؟ 2 شهر. اسمها ايه او اسمه ايه؟ اسمها جودي. جودي، ربنا يخليها لك يا روحي. طيب اسمها جودي، عندها 2 شهر. احنا يا صرصور كسبنا احنا وجودي بقى كورس كامل. نايلة هتعلمك ازاي تتعاملي مع جودي. اتفقنا؟ حاضر يا استاذه رضوى. خليكي معايا روح عشان ياخدوا بيتك في الكنترول. الف مبروك. كده فاضل 2 مامي او امهات خلاص ولدوا، بس هم لسه والدين حالا. طيب احنا قلنا كده بيتجشأ او بيتكرع في وسط الاكل، مش فكره ان هو بعد ما يخلص خالص. مش بس في الاخر. اوكي
طيب احنا كده خلصنا من الرضاعه وتغيير الحفاضه تكريع. والتكريع. وراكي. على فكره دي مصطلحات بالبلدي احنا كلنا بنقولها. معلش بس استاذ حلواني، بس معلش عشان ده عادي على فكره، يعني احنا مش لازم نقعد نطلع نتفلسف. البيبي بيتكرع يتجشأ، دي لما يبقى شحط كبير نقول عليه بيتجشأ. المهم المخرج مستقصدني بقى دلوقتي 11 وانا ساكته عشان تبقوا عارفين انا مش عارفه اعمل ايه، ده مخرج البرنامج تبقى مصيبه سودة هنقفل. طيب نيجي بقى خلاص احنا كده خلصنا الحفاضه والاكل والتجشؤ او التقريع. ثانيه واحده يا جماعه مش معقول كده. نيجي بقى في حاجه مهمه جدا، الحمام، شاور، استحمام. المفروض ان انا احمي الطفل حديثي الولاده كل قد ايه؟ كل قد ايه هيختلف على شويه حاجات. اوكي. في الصيف غير الشتاء. لو احنا قلنا الجو كويس ومثلا مش خارجين نازلين البحر، هنقعد في حته مثلا رطوبه، في بقى تلزيق او الجو حر قوي او برد قوي او كده، في العادي الطفل اول ما بيتولد لغايه على الاقل 4 شهور هو بيبقى نظيف، يعني مش لسه ما بيزحفش على الارض. ايوه، احميه كل قد ايه؟ هنحميه بالكتير قوي 2 ل3 مرات في الاسبوع. في الصيف؟ في الاسبوع. في الصيف؟ في الشتاء. في الشتاء. في الصيف هيختلف بقى، خرجنا حر، ممكن 4 ممكن 3 4 5 مرات. يعني حديث الولاده. ها مركزه معايا. طيب خلينا ناخد مين؟ جاكلين. يا جاكلين. انا مبسوطه قوي ان انا اول مره اكلمك. يا حبيب قلب مامي انا مبسوطه اكتر والله حبيبي. ربنا يخليك. جاكلين. انا بس بتقولي ايه؟ احنا ولدنا. انا ولدت وعندي ولد اسمه جايدن عنده 5 شهور. يا كوكي عنده 5 شهور. اوكي طيب اوكي، بس السيشن بقى بتاعت التسنين والاكل الصلب. عينينا يا جاكي، عينينا يا جاكي حبيبه قلبي. اي لاف يو. خليكي هسألها سؤال بس. ينفع تسالها سؤال؟ تساليها يا حبيبتي انت عايزاه طبعا. اتفضلي. طيب انا بس كنت عايزه اسال عن وضع رضاعه معين، يعني انا برضعه وهو نايم ساعات على جنبه، اوكي، ويعني برضعه بس هو يعني مش بيتكرع، فده عادي ولا ايه؟ لا، ما احنا لسه قايلين يا جاكين هو لازم يتكرع في وسط الاكل وبعد الاكل، صح؟ مش هو ده سؤالك؟ لا انا قصدي وهو نايم بالليل. وهو نايم بالليل عشان ما صحوهوش، ساعات بيقلق كده بالليل وبكرعه وهو نايم على جنبه. يعني انت بتكرعيه وهو نايم على جنبه؟ لا هو نايم فانا برضعه. بترضعه وهو نايم؟ بينام على صدري. بينام ماشي. بينام. فتكرعه وتصحيه. ممكن برضه تكرعه مش هيصحى لو هو مش هيصحى جاكلين. مش هيصحى لو دخل في مرحله النوم العميق اللي هي بتبدا بعد ما بينام بتقريبا 10 دقائق. طيب سمعتي يا جاكي؟ سمعت. طيب كرعيه عادي بقى، كرعيه. اهي بيقولوا كرعيه، ما قلناش حاجه. معنا جميله يا جميله، مخرج فظيع بتاعتك يا جميله. طيب جميله كلمنا تاني ماشي. جميله هي اخر واحده يا شباب صح؟ طيب احنا قلنا بقى عشان ايه نختصر، خلاص احنا هننهي دلوقتي. الحموم حديث الولاده في الشتاء 2 ل 3 بالظبط، وفي الصيف 2 ل 3 مع لو حصل بقى طبعا لو حصل تسريب من الحفاضه او كده ده على طول هنحمي، او لو رجع او قشط على نفسه او حاجات كده طبعا هنحمي على طول. حلو. بس لو ما فيش اي حاجه من الحاجات دي بتحصل فهو بالكتير قوي 2 ل3 مرات في الاسبوع في الشتاء. في الصيف ده مع برضو لو نزلنا بقى في تراب، رمله، رطوبه، بحر، بسين، حاجات كده طبعا برضو هنحمي على طول لما نرجع. اوكي طيب السؤال الاخير في عمليه الحموم دي، هل الشتاء وانا مطلعاه من الحمام اكلفته عشان الشتاء وفي الصيف ما كلفتش؟ لا، في الشتاء احنا بنحمي وبنلبسه جوه الحمام وبيطلع لابس وراسه متغطيه وودنه متغطيه زي ما دخل بالظبط. والله فاحنا بناخد في الحمام في المكان اللي احنا هنحمي فيه كل حاجه هنستعملها للحموم ولللبس كمان بعد ما نخلص، والفوطه وكل حاجه. اوكي، لكن الصيف عادي؟ الصيف يعني
يفضل طبعا المكان اللي بيستحمى فيه يلبس فيه بعد بس ما ممكن يخلص. البسه بره. بس ما فيش مشكله انت يعني. نورتينا النهارده يا نونو، ومتشكره هدايا الحلوه. اخر واحده فيهم هي غدير. يا غدير، غدير قفلت. غدير، الو. يا دودي، في دبان. دودي، أيوة، أنا معاك. احنا معانا بيبي عنده قد ايه يا دودي؟ 5 شهور. الله اكبر، 5 شهور. طب احنا هناخد الكورس دلوقتي بقى، تسنين ومش عارفه ايه وكل الحركات دي. الف مبروك يا روحي، خليكي معايا عشان ياخدوا بيتك في الكنترول. هنا انت نورتينا النهارده، ميرسي. معلوماتك فظيعه كده. نيو بورن ينز. ثانك كلمة يو، واحدة. ثانك يو، نورتينا وحاجات كتير والهدايا والحلوه كده بقمر. مشاهداتي اعزائي، خليكم معانا وتابعونا، وما زلنا معاكم وهي وبس.